عاوز تزرع شوية خضار لرمضان ومش عارف تزرع ازاي، جبتلك الحل في الفيديو ده. وده اللي قدامكم ده كزبرة، وده بقدونس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبتلك الحل في الفيديو ده ان انت تزرع ازاي. وقبل ما ابدأ في الشرح ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وكل عام وانتم بخير. ودلوقتي هنبدأ على الشرح. دلوقتي ده اللي قدامكم ده بقدونس مزروع اديله بتاع 25 يوم شهر بالكتير، حوالي تقريبا كده. ده بقدونس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هذا البقدونس ده البقدونس بالشكل اللي انتوا شايفينه. اقول لك ازاي طريقة انك تزرع البقدونس ده. اول هام ايا كان الحتة اللي انت تزرع فيها تبدأ تفكها، تبدأ تفك التربة، وتبدأ تجيب البقدونس اللي انت هتزرعه وتبدأ ايه ترش. طبعا انا دلوقتي جايب لكم الفيديو ده وهو كبير في فيديو وانا لسه بزرع، والتفاصيل واضحة ومية في المية في فيديو تاني. في فيديو تاني التفاصيل كلها تمام. دلوقتي بس انا جايب لكم هو عمره 25 يوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم بقى تبدأ انك ترش وما تحاول ما تغزرش. وبعد ما تبدأ انت ترش هتبدأ طبعا حاول ما تغزرش بس عشان يطلع معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. تطلع معاك مية مية، وتبدأ بقى تحط له مرة واحدة وهو عنده 10 أيام، عمر 10 أيام تبدأ ترش له رشة كيماوي. وفي مغذي بيجاب للبقدونس ده من عند العطار. تمام. نيجي بقى على الطريقة التانية اللي هي زراعة الكزبرة. طبعا الشكل ده زي ما انتم شايفين، الشكل ده شبه الشكل ده بس ده أخضر وده مدي لون تاني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا ده مزروع مع ده في يوم واحد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وزي ما قلت لكم على الطريقة تبدأ ترش وتجيب له مغذي من عند اي واحد بتاع دواء، ويبدأ يبان معاك الفرق من اول اسبوع. من اول اسبوع هتلاقيه البقدونس بدأ يطلع معاك بشكل صحيح و100% لزراعة البقدونس. متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.